بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة استوديو بروفيسور ومباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في إطار منافسات الدوري العام الممتاز لموسم 2022-2023 اللي اتلعب بالأمس. بتأسف جدا إني ما طلعتش امبارح، ولكن يلا حصل اللي حصل. الواحد ما طلعش امبارح. وسريعا أنا مش هكلمك بقى على تفاصيل الماتش، ومش هكلمك على الأحداث، مش هكلمك إيه اللي حصل، لأن الماتش هو يعني تحس إن ما فيهوش حاجة جديدة، ولكن هو في عنوان للماتش أنا سميته مباراة لم ينجح أحد. مباراة لم ينجح أحد يعني لا المهاجمين هاجموا ولا المدافعين دافعوا. مباراة قمة في العشوائية بين الفرقتين. النادي الأهلي ابتدى في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، قدامه قلبين الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، على اليمين أكرم توفيق، على الشمال علي معلول، في النص ديانج والسولية، في الخط الأمامي برونو سافيو، أحمد عبد القادر وكريم فؤاد، والخط الأمامي بيرسي تاو. الماتش ابتدى حماسي من النادي الاهلي. النادي الاهلي قدر انه يجيب جول عن طريق هجمه عنتريه ابتداها بيرسي تاو، انه ضغط على الدفاع، اداها لاحمد عبد القادر اللي حنكش الحنكشه الطبيعيه بتاعته، بيشوطها اي حاجه بتترد مدافعين، دربكه لخبطه، بيرسي تاو يدخل يحط الجول الاولاني. بعدها استمرت المباراه في الاطار اللي هو تحس الكره والفر، ما حدش فاهم حاجه، لا ما فيش لعيب واحد قادر انه يحتفظ بالكوره، ما فيش نقلتين ثلاثه على بعض. ضربة حرة مباشرة من ناحية الشمال يرفعها علي معلول، يطلع ياسر ابراهيم يحطها بدماغه في الجول ويبقى الجول التاني. وبالمناسبة طبعا هو غلطة يعني من مدافع نادي الاتحاد اللي كان شويه عايز يشبك له، يعني هيشبك له، يطلع والنبي يا ياسر حط الجول. طبعا ياسر بيحط الجول التاني. ما بنكملش 10 دقائق تحس ان ياسر ابراهيم ما ينفعش يعمل حاجه عدله في الماتش تماما. بيعمل ضربه جزاء غشيمه وساذجه. الفار استدعى محمد او محمود البنا اعتقد حكم المباراه، بيحسب ضربة جزاء وانذار لياسر ابراهيم. بيدخل محمود علاء اللي كل السوشيال ميديا وترند طبعا من جمهورنا الاهلي بنحبك يا حوده. طبعا انا بعذر اللاعب وبقول انه لاعب محترم، لاعب امكانياته كويسه. اعتقد حتى محمود علاء احسن عندنا من ياسر ابراهيم، ولكن هو حظه كده، حظه انه بروز دايما في لقطه القضيه ممكن، ولقطه ان هو عمل اسيست وكل الكلام ده. ولكن اللي يعرف او اللي فاكر تفاصيل جول قفشه بتاع نهائي كاس افريقيا يعرف ان الكره اصلا كانت رايحه على اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي ما استلمهاش وما تعاملش مع الكوره باهتمام. بالتالي دخل مجدي قفشه استلمها على فخده، وبعد كده شاطها فيرست تايم والاهلي كسب بالجول ده. ولكن الليله كلها مين اللي شربها؟ اللي شربها محمود علاء. من هنا ان جمهور النادي الاهلي اطلق على محمود علاء مستر اسيست، طبعا ان هو بيعمل اسيستات كتير. فمحمود علاء بروز في لقطه ضربه الجزاء انه دخل واهدر ضربه جزاء كانت كفيله انها ترجع الاتحاد للجيم. المهم بيخلص الشوط الاولاني، بيبتدي الشوط الثاني من غلطه من ياسر بيه ابراهيم، بيدخل احمد عادل ميسي ينفرد بمحمد الشناوي اللي بيعرقله ويحسب حكم ماتش ضربه جزاء ثانيه نادي الاتحاد. يدخل احمد عادل ميسي يضيع ضربه الجزاء. نادي الاتحاد السكندري بيجي له ضربتين جزاء بيضيعهم بغرابه شديده جدا. بدأنا من هنا عملية الكر والفر وعملية العشوائية في الأداء اللي كانت باينة من أول ماتش بدأت تزداد. الأهلي سيء جدا في المناطق الخلفية، وسط الملعب ضايع منه، خط الأمامي لا زالت المشكلة الحقيقية في هجوم النادي الأهلي إن أنت بتلعب من غير هجوم. يعني بتلعب من غير خط، من غير خط ثابت. خط الهجوم عندك ملوش افكار هجوميه حقيقيه، مفيش راس حربه صريح، ودي مشكله النادي الاهلي. الاهلي مش ملوش ملامح يعني تقدر تعتمد عليها في الخط الامامي. تخيل يا مؤمن ان فرقه بحجم النادي الاهلي ما بتعتمدش على العرضيات. يعني في الهجمات العاديه اللي في وسط الماتش ما بتعتمدش على العرضيات، ما عندكش لعيب واحد يوحد ربنا بيقدر انه يتعامل مع ضربات الراس. يعني حتى في كوره جت لكريم فؤاد في الشوط الثاني على راسه والدنيا سهله وجول فاضي بيقلشها، انت ما عندكش لعيب هيدر. تخيل وبتقول عليه انه نادي بينافس على بطوله افريقيا ما عندوش اللعيب ده. طب احنا لحد امتى هنفضل بنعاني من الفقر والضعف الهجومي ده؟ انا مش عارف. نادي الاتحاد بيستحوذ بعض الشيء على الماتش، بيحاول يهاجم. النادي الاهلي بيعتمد على المرتدات. في النهايه مجدي قفشه بيجي له انفراد بيرقص المهدي سليمان مره واتنين، وبعد كده بيعملها بالعرض لاكرم توفيق اللي ربنا بيكرمه وبيحط الجول الثالث. هنمسك بقى ملحوظات سريعه جدا. بالنسبه للتغييرات، مجدي مكان برونو، مجدي قفشه مكان برونو سافيو، عندك حمدي مكان السولية، عندك شادي مكان عبد القادر، حسين الشحات مكان
بيرسي تاو اعتقد، لو ما تخونيش، لا مكان كريم فؤاد، ومحمود متولي مكان ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم فعلا لا يصلح انه يلعب للنادي الاهلي، لعيب بطيء جدا بيترقص بالنظره، يعني انت ممكن تبص بنظرتك بس ترقصه من غير اي مجهود. لعيب كورته متواضعه جدا، هو بيتميز في الكرات العاليه في ال 18 بالنسبه لو انت هتعتمد على العرضيات في الضربات الثابته، بيوجدها واجتها في اكتر من مناسبه. اشهرهم طبعا هدفين ياسر ابراهيم في مرمى الهلال السعودي في كاس العالم للانديه، ولكن غير كده ياسر ابراهيم من المدافعين اللي مش مدافعين، مره تلاقيه فوق مره تلاقيه تحت، مش ثابت مستواه، لعيب بطيء مش سريع، بيترقص بسهوله، بيعمل فاولات غشيمه، ما بيبتديش هجمه من تحت. محمد عبد المنعم اتقل بكتير من ياسر ابراهيم. محمود متولي اللي عنده كرة عن ياسر ابراهيم هو لعيب بسكوته، يعني كل يومين هيتصاب برده، ما ينفعش، انت محتاج سيرد باك او سيرد باكين محترمين بيلعبوا كوره ينفع انك تاخد بيهم بطولات، لكن السيرد باكات اللي موجوده في النادي الاهلي سواء ايمن اشرف اللي محدش عارف هو راح فين، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، انا اسف مع احترامي الكامل ليهم، ولكن لا يصلحوا ان هم يبقوا متواجدين في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. دفاع سيء جدا، تشتيت سيء جدا، اكرم توفيق سيء جدا، ايوه اكرم توفيق سيء جدا. اكرم توفيق امبارح اتلعب عليه ماتش كبير جدا من جهه الشمال، من سواء من احمد عادل ميسي او حتى من ابراهيم حسن اللي نزل مكان احمد عادل ميسي. اكرم توفيق دايما بيعتمد على ان هو بينقض عليك سريعا، لكن سهل جدا ان هو يترقص ويتلم. اتباع في اكتر من كوره، ما كانش سادد بشكل المحترم، حتى الجولين اللي جم في النادي الاهلي في بطوله الدوري هما من ناحيه اليمين اللي هي ناحيه اكرم توفيق، اللي النهارده بتكون الاضعف دفاعيا. يعني احنا طول عمرنا بنقول على علي معلول ان هو ضعيف من الناحيه الدفاعيه، ولكن اكرم توفيق لازال يفتقد حته ان هو يغطي تغطيات بالشكل المظبوط. هو كلعيب بيدخل بينقض جامد، بيكفر سيئات الوينج ليفت لو لعب عليه حد حريف، ولكن في الحقيقه الارقام بتقول ان الجبهه اليمين بتاعت النادي الاهلي هي الاضعف بحكم الاهداف اللي جت مرمى النادي الاهلي حتى الان. كل وحش امبارح، فرص كوميديه بتضيع، يعني بيرسي تاو بيجي له انفراد في الثلث الاخير سهل جدا ومستريح جدا، بيكحول في الكوره وبيجي له خلفيه. يعني بيرسي تاو اللي احنا قلنا عليه ان هو باين بشكل كويس السنه دي، قدراته البدنيه باينه، تحس انه نازل فايق في الماتش بدنيا فايق، ولكن النهارده بيطلع بيجي له خلفيه ولا بيجي له اصابه. وانا انت لحقت تلعب ماتشين، هيجي لك خلفيه دلوقتي تقعد عليها شهر؟ يعني بص، نفس القرف اللي احنا بنعيشه كل ماتش كل موسم، الاصابات المجانيه اللي بتحصل، لعيبه الدكه ما بتضيفش اي اضافه حقيقيه. انت النهارده جايب شادي حسين على انه راس حربه، برضه بتلعب وينج ليفت، طب انا ما عنديش راس حربه، ليه بخترع؟ يعني نفعت في مره ممكن يبقى لعبها، ولكن مش وينجر. شادي حسين مش وينجر، شادي حسين تحطه في مركز راس الحربة عشان تستفيد من قوته البدنيه، تستفيد انه بيلعب كمحطه، تستفيد انه هيدر نوعا ما تقدر تعتمد عليه. ولكن قصه الوينج ليفت دي بقت قصه حمضانه، والله العظيم بقت حاجه بجد تقرف، ومستفزه ان انت جايب لعيب على انه انت جايب 3 صفقات، جايب برونو سافيو، وجايب شادي حسين، وجايب مصطفى ميسي من سيراميكا كليوباترا. انت بتشوف برونو سافيو تحس انه اجبار انك تشوفه، وحش حلو هو اجبار، ودايما بيتغير، ودايما اداؤه البدني ضعيف، بيعمل شويه لقطات ولمحات، ولكن ده مش الشغل اللي ياكل عيش، ولا ده مستوى المحترف اللي المفروض يبقى محترف والمفروض انه يشيل النادي الاهلي. شادي حسين بتلاقيه دايما على الدكه، وتلاقيه بينزل بيلعب في اماكن مش الاماكن بتاعته. مصطفى سعد ميسي ولا تعرف هو فين ولا جه ليه ولا هيلعب امتى ولا هتشوفه امتى، محدش عارف اي حاجه. الاهلي محتاج صفقات، النادي الاهلي محتاج تدعيمات، النادي الاهلي محتاج انه يتهز كده، اللعيبه بتاعته تتهز. الشناوي امبارح شال ضربه جزاء، شال كوره صعبه يمكن من موبولولو مهاجم الاتحاد السكندري، كانت كوره صعبه جدا، ولكن الشناوي بيعيبه بنى الهجمه من تحت برجله. دايما الشناوي عنده ميس باس مرعب لعب الكره برجله، ما تعرفش ده هيتحل امتى. لنا الله كجمهور النادي الاهلي نتيجه 3-0، نتيجه عريضه، نتيجه شكلها حلو ومبروزه بشكل جميل، النادي الاهلي متصدر 18 نقطه، ولكن انا بقول لك لا تامن شر الاصابات، يعني ما عندكش اجهاد، ولكن اللعيبه هي المشكله النهارده، ان مفيش لعيب ثابت، انت ما عندكش لعيب واحد لو غاب تقلق،
ما عندكش لعيب واحد لو غاب تقلق، لان ما فيش لعيب مؤثر باستمرار. ما عندكش لعيب مستواه ثابت، ما عندكش احمد سيد زيزو مستواه ثابت، ما عندكش امام عاشور مستواه ثابت، ما حدش عندك بيعمل الفرق. انت فرقه جماعيه ولكن ما عندكش حلول فرديه. بس ده كان كل عندنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله بعد مباراه النادي الاهلي ونادي فاركو في الاسبوع القادم. استنونا يوم الجمعه بعد الماتش. تصبحوا على خير، السلام عليكم.